أولا رسالتي إلى الشباب أن يثبتوا وأن يصمدوا، وإن شاء الله تعالى النصر قريب وآت، وبإذن الله تعالى في القريب العاجل نشهد النصر، ونحن على ثقة واطمئنان بأن الشعب اليمني الذي خرج بالملايين في الساحات لن يتراجع حتى تحقيق النصر. ثوار البيضاء ومن ساحة أبناء الثوار نقولها لهذا الخائن، لهذا الفاسد، لهذا السفاح: لماذا عدت؟ إنما عدت لتزيد الثورة اشتعالا فوق اشتعالها، عدت لتحاكم. كنا نتساءل كيف سنحاكم السفاح، كيف سنحاكم القاتل، ولكن الله أبى إلا أن يعيده إلينا حتى يكتمل نصر الثورة ويتم محاكمة هذا السفاح. ونقول للشهداء: عهدا عهدا يا شهداء، لن نتراجع للوراء. كما سمعتم أبناء البيضاء اليوم في هتافاتهم ومسيرتهم في المسيرة اليوم 23 من سبتمبر هتفوا بالحرف الواحد بأنهم ترحيبا بصالح يريدوا إعدامه ويريدوا إعدام الصهيوني ابنه أحمد الذي لا يرى إلا ولا ذمة في أبناء اليمن وفي شبابها، والذين يمارس عليهم أساليب أقدر من أساليب الصهاينة وأعتاء. ولكن نقول له: إن يومك آت يا أحمد ويومك آت يا صالح، وأن الشعب اليمني باقي، وأن الله سبحانه وتعالى هو ناصره. وإن شاء الله بقيت أيام معدودة لهذا النظام البائد، وعودة علي صالح في صباح هذا اليوم ما هي إلا رسالة من بشائر النصر إلى الشعب اليمني، وبإذن الله سوف نحسم هذه الثورة المباركة في خلال هذه الأيام. نقولها من هنا ساحة أبناء الثوار: إننا عازمين على تحقيق كل أهداف الثورة مهما دفعنا الثمن الغالي ومهما ضحينا من قوافل من الشهداء. فنحن نستعيد ثورة 26 سبتمبر الذي كان لمحافظة أبناء البيضاء وقبائلها دور فعال، فنرجو من قبائل اليمن أن ينضموا وأن يرتكضوا إلى تحت هذه الثورة لكي ينزعوا هذا النظام الذي استبد الشعب اليمني طوال 33 سنة. باسمي وباسم شباب الثورة بالبيضاء نتعاهد للشهداء صنعاء أننا سوف نحاكم هذا السفاح إن شاء الله قريب، ونقول إن شاء الله أننا منصورون بإذن الله، سوف نواصل ثورتنا إن شاء الله حتى يأتي نصر الله، إما النصر وإما الموت. نحن هنا في محافظة البيضاء صغيرا وكبار، شيوخا وشبان، نتعهد للشهداء هؤلاء الذي تشوفون بصورة أنهم لن يروح دماءهم هدر، وأننا سنقوم بعدهم كبارا وصغار وسنحاكمه، وإن هذا المطلب الذي نريده بوجاءته من السعودية إلى اليمن لأجل انتصار الشهداء والصغار